السلام عليكم. في الفيديو ده هنتعرف على العده اللي احنا بنبيع الشغل بتاعنا، شغل يدوي. لو انت حابب تعمل شغلك بنفسك هتحتاج العده دي ان انا اقول لك عليها. طبعا الشواكيش دي اكيد موجوده في كل بيت، ولا زميل طبعا نفس الكلام. وعندنا الزاويه والمفكات، وطبعا المتر ده اهم حاجه القياس، والكماشه، وطبعا الدباسه اللي هي احلى حاجه طبعا وافضل حاجه. دي انصحكم بيها، دي لازم تكون موجوده في كل بيت. وطبعا المناشير بانواع. فاحنا هنركب كده وناخد ايه حاجه حاجه، ونعرفك دي بتستخدم في ايه ودي بتستخدم في ايه. طبعا انا هعرض لك ليه العده، عشان خاطر في فيديوهات كتيره انا عملتها بالعده اليدوي دي، وفي فيديوهات ان شاء الله كتيره جايه برضه ان شاء الله هنعملها بالعده اليدوي. فعشان كده حابب ان انا اشرح لك العده اليدوي اللي تقدر تجيبه، او اللي كان موجود عندك تكمل عليه. والمنشار بيكون في منه 3 انواع زي ما احنا شايفين كده. النوع الاول ده سراج ظهر، وده منشار عادي بيكون السن بتاعه خشن، دي بتكون سحب. ده بيستخدم فيه وده بيستخدم فيه وده بيستخدم فيه. طبعا السحجة يعتبر زي سراج الضغط، بتستخدم للحيلية وتستخدم للتقطيع الحاجة الصغيرة أو الحاجة الخفيفة. ده حيلية زي كده أو خشب خفيف. طبعا بنستخدم السحجة بتاعتنا بيكون السن بتاعها ناعم، وبيطلع شغل معانا مظبوط. اما لو خشب تقيل زي كده طبعا بنستخدم المنشار اللي هو سنه خشن زي كده. فلو خشب تقيل بنستخدم المنشار ده اللي هو سنه خشن. ولو حيلة زي كده او خشب خفيف بنستخدم السحجة او السراج الضغط. ده المناشير بتاعها. طبعا الشواكيش طبعا دي اكيد موجوده في كل بيت. ده بيكون الشاكوش ده 200 جرام، في 300 جرام، في 400 جرام. طبعا على قد ما انت عايز. ده طبعا اللي هو بيسموه المسمار شاشه 2 او شاشه 3 اللي هو الحاجه الخفيفه. وده طبعا بيدق الحاجه المسمار اللي هو المسمار التقيل 6 سم الحاجات دي. وطبعا دي مكان الكماش تقدر تخلع بيه المسمار. فطبعا الشواكيش دي اكيد موجوده في كل بيت، وده استخدامها. دي الشواكيش اللي معانا. طبعا كماشة احنا عارفين الكماشة، كلنا احنا عارفين الكماشة. طبعا دي لو عندنا مسمار كده بنحتاج نخلع الحاجة. طبعا كل دي مش هنشرح. دي الكماشة بتاعتنا اهو. والمفكات طبعا لازم يكون عندك مفك صليبه او مفك عاده، تستخدمهم في مسمار عاده او مسمار صليبه. الازميل ده بيكون اللي هو طبعا ان احنا بنفرز بيه مكان الخشب او بنجعر مكان حاجه. فده طبعا بيكون مقاسات. ده مقاس 22، وده مقاس 16، وده مقاس 8. طبعا بيكون في مقاسات كتيره مختلفه عن كده. كل مقاس بيستخدم له حاجه. طبعا دي بتستخدم المفصله، مفصل 16. وطبعا دي اللي في 22 بيستخدم مكان مثلا لو هتفتح مكان كالون او اي حاجه، فده استخدامه. والتمانية طبعا ده تسمى لينيا او ازميل 8. فكل حاجه بيكون ليها استخدامها. وطبعا المتر طبعا كلنا عارفينه. طبعا ده لازم، ده اهم حاجه في العده بتاعتنا. والزاويه دي اللي بنعلم بيها الشغل. طبعا الزاويه القامه لازم برضو تكون موجوده معاك. بتظبط بيها علام، بتظبط بيها الشغل بتاعك يكون مظبوط. زاويه قامه تكون شغلك تمام التمام. ونيجي بقى للدباسه، ودي اهم حاجه في الفيديو. دي هتغنيك عن حاجات كتير قوي. يعني احنا ممكن نشتغل بموتور، سواء دبوس او سواء مسمار. فدي بتغنيك عن الكلام ده. انا نجدت شغل كتير بالدباسه دي، بالدباسه الدبوس. عشان كده حبيت ان انا اجيب لك دباسه واشرح لك الطريقه عليها عملي، خاطر انت تعرف تستخدم الدباسه دي. بس بصراحه انا انصحكم الدباسه دي تكون موجوده عندكم في البيت. مش لازم النوع اللي معايا، طبعا في انواع كتيره جوه في السوق. فممكن تجيب الدباسه دي وتحتفظ بيها لانها تنفعك في حاجات كتير جوه. اظن انا اشتغلت بيها في فيديوهات كتيره تظهر قدامك دلوقتي، تقدر تبص عليها. شغل تنجيد، شغل مسمار. انا عندي العده الحمد لله، العده الكهرباء. بس انا بحب اشتغل بعده يدوي عشان خاطر انت توصلك المعلومه وتقدر تعمل الحاجه دي بنفسك وبايدك. وده الهدف، ان انا اوصل لك المعلومه ان انت تقدر تعملها بنفسك. انا مش بكلم اللي هو الناس اللي هي عندها خبره في النجاره، او اللي هو عايز يتعلم نجاره مثلا. ولازم طبعا يتعرف على عده الكهرباء، ولازم يتعرف على العده اللي هي العدد التقيله عشان خاطر يعرف يشتغل ويمارس شغلانه النجاره. انا بكلم الناس اللي هي طبعا عايزه تعمل شغل بنفسها في البيت، بايديها. اللي هو هاوي كده عايز حته عده كده يستخدمها في اي حاجه، يصلح بيها اي حاجه. فدول ان شاء الله يقدر يؤدي معاك الغرض، وان شاء الله تقدر تنفذ بيها الشغل اللي انت محتاجه. فالدباسه دي انت بتستخدمها كده. دي بتستخدم مسمار. ممكن تشتغل مسمار وممكن تشتغل دبوس. احنا كده ايه، طبعا بنشيل الماسك بتاعنا ده. طبعا مش بجاك ايه، بيكون الوش بتاعه لتحت اللي هو ده طبعا فوق، والوش ده ايه، الوش ده تحت. وبنركب الماسك ده ايه مكانه. ده بالنسبه للدبوس. طبعا هنروح نجرب دلوقتي ايه، هندبس على حته خشبه او ابلكاشه عشان خاطر نبين القوه بتاعتها والشغل بتاعها بيكون ازاي. هنبدا ايه، ندبسهم في بعض وكده تمام زي ما انتم شايفين. وفي نفس الوقت ايه، تستخدمها للمسمار. طبعا المسمار بتاعنا اهو في هنا خانتين. اختار الناحيه دي او الناحيه دي.
اللي هو اللي انت شايفها دي او دي بنسجط فيها المسمار بتاعك. بس هي بتاخد مسمار اللي انت هتجيبه مسمار بيكون سنتي سنتي ونص زي كده. طبعا بيكون السن بتاعه هو اللي اللي واخد اتجاه تحت زي كده. تمام. وبنضيف الجراب مكانه كده زي اهو. وطبعا نروح نشوف الموضوع عملي في المسمار. جرب المسمار بتاعنا ونشوف. تمام. هو شاف المسمار بصراحة يعني حاجة حكاية. انت طبعا بتعلي وتوطي من دي، بتعلي وتوطي الضغط، ضغط ضغط الدباسة. كل ما تدوس على الضغط ده كل ما المسمار معاك ما يظهرش اكتر. تمام. شايف كده؟ دي المسامير بتاعتنا اهو. فالمسمار بتاعنا اهو تمام غايب، والمسمار بتاعنا ظهر الناحية التانية. فالدباسة دي هتغنيك عن حاجات كتيرة. طبعا الحاجات دي معظمها هتكون في البيت عندكم. فانا حبيت ان احنا ناخد فكرة عنها، عشان خاطر في فيديوهات كتيرة ان شاء الله نعملها بايدينا وبعدة يدوي. فعشان كده عايزك تجهز العدة دي وتستنى فيديوهاتنا ان شاء الله الجاية. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.